ليش هسه اجوي؟ حرام طياية. هلو، اهلا بيكم من جديد بقناتي. اللي ما مشترك بالقناة سوي لي سبسكرايب وثامز اب للي دا يشوف الفيديو هسه. فيديو اليوم فلوج راح نقضي سوا وياكم، تجهزون وياي على مود نروح الى مهرجان سيدات الارض صاير بفندق الرشيد. الدعوة شكلها كلش حلو وريحتها شي كلش طيب. يعرفها خليه يكتب بالتعليقات. اول شي لازم اسويه وياكم اليوم هو انه ارتب شعري. هذه طبيعته، هو طبيعته هيجي كيرل وناشف كلش. طبعا انا اذا اسبح واعوف على طبيعتي بدون ما انشف سوالف فالكيرل مالته هواي احلى من هيجي. وهو اساسا شوفوا كل مكان الكيرل مالته شكل، يعني من هنا تشوفوا نازل، من هنا الكيرل اكثر. قلت لكم اذا اعوف على الهواء ينشف الطبيعه احلى. فمستحيل اروح لهذا المهرجان بهذا الشكل، اكيد راح اتجهز وياكم. وطبعا انا كل شيء ما خلت له ابدا، اي مستحضر حاليا ما خلت له غير هذا الشامبو اللي اسمه سيباميد، لان انا بالفتره الاخيره لانه شتاء دعاني من القشره، فهذا انقاذ للي عندهم قشره تلقوه بالصيدليات. اول شيء راح استخدمه على شعري، منتج صار لي هواي حابه احكي لكم عنه، هو هذا المنتج اللي اسمه واو. بنات هذا المنتج يستخدموه السليبرتي المشاهير على مود يسرحون شعرهم ويخلوه شايني كلش. هاي الفريزي اللي تصير بعد التسريح نازله كأنما تحسون الشعر ثقيل ونازل وشايني، ونفس الوقت يحميلكم شعركم بعد غسلتين من لا معاكم الموضوع يحميلكم شعركم غسلتين بعد هذه الغسله، يعني لما تخلوه ما يحتاج تخلوه مرتين ورا المرة اللي خليتوه بيها، لأنه هو راح يحمي الشعر وينطي له مع كل هذه الأشياء لغسلتين قدام. شوفوا هذا تخلوه تبخوه ورا ما تبللون شعركم، يعني تكونون طالعين من الحمام بس تنشفيه بالمنشفة رطب بعد الشعر، تبخون منه بشكل كلش زين. لا تبخلون على شعركم، لا تشوفوه قليل، بس هو البخة مالته ضعيفة فيطول عندكم، يعني املوا شعركم بيه بشكل مبالغ خلينا نقول. بس ما راح استخدمه اليوم على كل شعري لان انا البارحه سابحه وما راح الحق هسه اكيد اسبح من جديد واشسور شعري كله. راح اخليه واجربه وياكم بس على قد هسه ابللها واسويها وياكم وتشوفون الفرق. اوكي أنا هذه المرة الثانية اللي دا أستخدم بيه هذا المنتج. المرة الأولى جبته من كايرو مول القاهرة كوزمتيك فوق، والمرة الثانية جبته من أمازون. هسه تعالوا انا وياكم اسرح شعري بهذا الستريتنر الجديد اللي انا جبته من امازون. انا فتحته صراحه وشفته، بس هذه اول مره راح استخدمه وياكم. كل المواصفات الخاصه بهذا الستريتنر مكتوبه هنا. ليش هسه اجوي؟ احنا ما عندنا غرض اعطيك البيع شلون حرام طياية. هذا هو شكل الجهاز، ويجي من هنا بيه مثل المشط، فهو هذا الغريب والحلو بهذا الجهاز. سديت البردة لان الكاميرا بدأت تطلع لي اشعار انه حرارتها مرتفعة. تجي هاي مالته رول، وهذا الشي كلش حلو تفتر تسهل علينا عملية التسريح. يجي وياه هذا المشط من تايمو. هذا الجنطة في حال انتم تريدون تاخذوا وياكم المكان. هاي الجفوف على مود تحمي ايدينا من الحرارة، هذا احسن شي لان انا هو راح استخدمها حتى بالادوات اللي تسوي الشعر كير. واخيرا هذني القراصتين نفس الشركة تايمو، طبعا كلش قويات. وانا كلش احب الاجهزة الثقيلة، يعني من تلزموها ثقيلة احس انه هي فعلا جودة عالية. فيلا نجربه. اللي اعلى شيء انا هذا الجهاز جبته من امازون من تطبيق اسمه اوردر. هذا تنزلوه انتو بتليفوناتكم، يخص التوصيل من امازون للعراق بشكل مرتب، توصلكم غراضكم للبيت او للمكتب تروحون تستلموها، وانتو تسوون براحتكم من داخل التطبيق من امازون من شيئين. شيئين اصلا عمولتهم تكون صفر، فاسعارهم كلش مناسبه، وحتى موجوده المواقع التركيه زارا، مانجو، ام، هواي مواقع تقدرون تسوقون من عندها بشكل مرتب وتوصلكم غراضكم بأقل سعر ممكن. أنصحكم بيه كلش. هذا مو إعلان للتطبيق.
طبعا من ضمن المواصفات اللي خاليها هنا انه هو يطفى بعد 30 منت اذا انتم ما استخدمتوه، وهذا الشيء كلش زين للحرائق. هو يلتف 360 درجة، فهذا احسن شيء بيه هو الواير اللي 360. انتبهوا من تشترون من امازون اكو العادي مالتهم تايمو بدون ما الرول يفتر، انتم لازم تنتبهون على هذه النقطة في حالة تريدون تشتروا يفتر لو لا، لان هذا يأثر على سعر المنتج. هسه حقسم وياكم شعري. انا ما اعرف اسرح شعري اذا ما اقسمه. الكاميرا بدها تنطيني ايعاز انه هي زعلانة. شبيج؟ راح احط هنا ستريتنر، راح انزل اقل من مهلي على كيف كلش. مثل ما تشوفون انا ما دا اشوف وياكم، خاف عندي كسره شي منه. انا كل شويه دا اسوي وياكم الكاميرا لان هي ما اعرف ايش بيها دا تزعل من ورا الشمس. هسه راح اسرح وياكم القدله لان مثل ما تدرون انا خليت عليها هذا البروتكتر فحتى تشوفوه وياي. خلينا نسرح هذه الجهه سوا. بداية الشعر ودا انزله كلش على كيف ابطل من اليمين، بعدين ابدي بالجهه الثانيه. تشوفون شلون الشعر نزل وبهذه الشايني شلون هوا حلو برا. طبعا انا دائما اعاني من البيبي هير، دائما عندي هنا بيبي هير، فخل اشوف شلون هذه التايمو تسوي البيبي هير. واو كلش زينه هاي. اني كنت دائما احترق لما اسويها بالستريتنر، لازم احرق اذني. طبعا تدرون شو تحسون نفسكم انه انتو يعني دا تبشطون شعركم وبس، وهذا الشيء كلش حلو. يعني ما تتعبون انتو دا تسرحون شعركم كل شويه بالكاويه. هذه الطريقه بهواي اسهل. شنو رايكم؟ ضبط صار لي 10 دقائق فقط كملت شعري، رغم اني كلش بطيء دا اشتغل عليه، بس النتيجه واو. اني دائما الم شعري ورا ما اسرحه لان احسه ياخذ نفسه، بس لما المه يستجمع نفسه ويصير بعد اسرح واسرح. وتقدرون تشوفون الكتله ايش قد سرحه وبيها لمعه ومحميه من الحراره. هسه راح اروح ابدل واخلي مكياج وارجع لكم. طيب انا هسه كملت وبدلت وراح نطلع. وكان يهدولنا هذه الوردة الحلوة. المهرجان بعده مبادئ بس اكو ازدحام كلش هواية. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
بيوتهن ويوم جلب العليم يحكمن سود بيوتهن. والنوعي أرى العدد يتضاعف إلى مستويات أعلى وأكثر. تقرير كلش حلو عن بنات مكافحات رغم الإعاقة اللي شافوها بحياتهم المصاعب قدروا يحققون أحلامهم. هاي الضابطة دا تصافح رئيس الوزراء وجعصت إيده قوي. نبكي منك نبكي منه ما حملنا الصوج بس الصوج أكلنا. طيني قلبك أرد أجرب لحظة منك، أرد أشوف بعينك أنت وصدفة أتقصدها مرك حتى أحس بيا طريقة حبني سكتة بقيت رايح وما حد يصيحة. هلا وقع اليوم كان كلش حلو. معنا هدايا كلش كانت لطيفة. ثانكي كلش سيدات الأرض. طبعا هدايا جايتنا من اليو ان. سيرم للوجه، غسول من شركة افينو. وهذه هي العلبة الثانية بها هذه الصابونة اللطيفة للبشرة الجافة اللي هي هاي يمكن الوحيدة اللي أنا حستفاد من عنها. الباقات كلها لبشرات مختلفة. وهذا همين اللي هو معرف شنو، همين من ماركة افينو ثيمبلاي. يستخدم اندر ارم، يستخدم على الوجه، يستخدم من جبت الاندر ارم اني لا يستخدم على القدم، يستخدم اذا صار عندكم جرح وقعتوا على الوجه. كل شكرا لليو ان سيدات الارض. وخلوني هسه اشيل شعري هذا الشكل حتى كان ما تشوفون شعري ولا اروع. حبايبي وانا اكلت هناك اكيد وما اشتهي بعد اكل، فهسه راح شوية اقرا كتاب واروح انام. اتمنى هذا الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسون تخلون لايك، تشتركون بالقناة، تسوي ثامز اب، تنسون لايك ثامز اب وتسووا الاشتراك بالقناة. وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. باي.